قراءة ملائكية من بطاقات تاروت الملائكة لمتابعيني. طبعا البطاقات اللي ظهرت يعني جدا عجبتني وجدا طاقة حلوة. عندك أو عندك وجهات نظر متعلقين بيها. هذه الوجهات النظر ممكن دا تعيق أو دا تحجب عنكم أشياء حلوة أو أهداف أنتوا ترغبون تحققونها، فأنتم متعلقين بهذا الوجهات النظر أو هذه المعتقدات اللي يعني مسببت لكم مثلا عرقلة بحياتكم أو أمور سلبية بحياتكم. ممكن انه تطلبون المساعدة. طبعا هذه الطاقة اللي تظهر لي دا اقراها. زين، الطاقة اللي ظهرت لي لما سحبت لكم هذه البطاقات، بطاقات تاروت الملائكة، ونويتها لمتابعيني زين حتى تكون القراءة اوضح، فاللي دا يظهر لي اني احكي تمام. فممكن انه انت تطلب المساعدة وتطلب من الملاك ميكائيل عليه السلام أن يساعدك بقطع هذه الحبال اللي ممكن تربطك بأشياء سلبية. حبال أثيرية ممكن تربطك بأشياء سلبية أو أمور متعلق بيها. فإذا قطعت هذه الحبال أشوف شلون أمورك تتحسن. حتى الكرت وردي سبحان الله. وهذا قوس الله، هذا زين هو سابقا كان قوس الله ويرمز للأشياء الجميلة الحلوة. زين لكن هسه ما أدري شنو السبب، صارت له غير معاني أو استخدموا المهم على كل حال. فأنت إذا قطعت هذه الحبال، شوف فوائد قطع هذه الحبال الأثرية اللي تربطك بأشياء سلبية. إذا قطعتها ممكن إنه أنت يعني أمورك تتحسن، أو ممكن تحقق بعض الأمور، بعض الأهداف، تتيسر أمورك، تتحسن وضع حياتك للأفضل، ينجمع شملك. خاصة بهذا المسألة جمع الشمل هي ظهرت يعني أكثر شيء. زين، وأيضا الإشارة البطاقات تشير إلى يعني مسألة التعليم، أو مثلا إكمال دراسة، أو منحة دراسية مثلا، أو يعني كلاسات، كورسات، فشي متعلق بالدراسة إنه حيتيسر أو يتحسن أو بفرصة حلوة راح تكون تمام من خلال يعني البطاقة تشير لهذا الأمر. وأيضا البطاقة وردية يعني جدا عجبتني هذه القراءة. وأيضا بيها بشارة يعني ما شاء الله، صلوات على محمد، يعني كلش عجبتنا هذه القراءة طبعا. ها هنا إشارة إلى اكتمال أمر كان متعلق أو كان متعرقل، أو يعني أمر كان مثلا محيرك. الأمر احتمال يعني كبير يخص الأموال. زين، يخص الأموال، وخاصة يعني ممكن يكون مثلا تقاعد، هيك شي راتب، أكو استقرار مالي. زين، يعني مسألة اكتمال فشي يخص الأموال. زين، هذا والله أعلم. القراءة جدا جميلة وشكرا.